مساء وصباح جميل على كل اللي بيتفرج أو هيتفرج، وفيديو سريع كده فيه تعليقين على خبرين أو خبر وفيديو أنا شفتهم الأسبوع ده. والصراحة الواحد لما بيشوف الحاجات دي بيبقى عايز يتكلم ويطلع اللي جواه، لأن الواحد بيشوفه من الناس دي محتاج، لازم تعليقات يعني. الناس دي طول عمرها ماسكة الحديدة وبتتكلم ومحدش بيرد عليهم، فبراحتهم يعملوا اللي هم عايزينه، محدش بيكلمهم أو يفكر يواجههم أو يتكلم معاهم أو يناقشهم وكده يعني. نبتدي بالخبر الأولاني اللي أنا في الأول ما كنتش مهتم بيه الحقيقة، وكان الخبر هو إن هم كانوا بيحطوا تمثال للأنبا أنطونيوس، وبعد كده ابتدوا يشيلوه. انا honestly في الاول ما كنتش مهتم، وقلت خلاص دي يعني شأن خاص بيهم، ومن حكم في ماله فما ظلم، واللي هم يعملوه يحطوا تمثال يشيلوا التمثال براحتهم، ما فيش حاجة تخليني يعني اتكلم يعني. لغاية ما شفت التصريح بتاع اتنين أساقفة كده، والاتنين الأساقفة دول واحد من رئيس دير الفيوم الأنبا برام، وأسقف رئيس دير القديس الأنبا انطونيوس. تمام. وقالوا إن هم مقدرين إزالة التمثال، والشكر لكل من يهتم بتكريم القديسين دول الإخلال بتعاليم الكتاب المقدس وبعقيدة وطقوس وقوانين كنيستنا الأرثوذكسية عبر تاريخها المجيد. وجابوا الجزء ده من الآية اللي بيقول لا تصنع لك تمثالا منحوتا، خروج 20:4. الحقيقة أي واحد يعني قرأ الإنجيل أو عنده فكرة عن الإنجيل عارف إن الآية دي مش ما بتقفش عند الحتة دي. الآية بتقول لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. وأنا سؤالي هنا، هو لسه في سؤال تاني بس السؤال الأولاني، هو احنا بناخد الجزء اللي على مزاجنا علشان نبرر بيه حاجة احنا عملناها ونتجاهل الجزء التاني؟ طيب سؤال، الكنيسة وكل البيوت وكل الناس اللي نعرفهم عندهم صور قديسين في بيوتهم وفي الكنايس وليلة كبيرة، وكل قداس يطلع الكاهن يلف يبخر قدام كل الأيقونات اللي موجودة في الكنيسة. ايه موقفنا من الآية بقى بتاعت الخروج؟ يعني الآية بتقول ما تصنعش، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء من فوق والأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. هل الكنيسة بتاخد نص الآية وتقول أنا هطبقها والنص التاني كأنه مش موجود؟ ما احنا عارفين الإنجيل. ما الفكرة إن احنا عارفين الإنجيل، فلما الاثنين الأساقفة يشتغلونا ويقول لك لا تصنع لك تمثالا منحوتا ويقف ويجيب الشاهد، طب ما أنا عندي الإنجيل أقدر أجيب منه بقية الآية. دي النقطة الأولانية. فمبدئيا كده يتقرر يعني، انا عايزكم تبقوا متسقين مع نفسكم، مش هتمشي على الايه يبقى تشيل كل التماثيل وكل الصور والايقونات اللي موجوده في المكتبات والكنائس والليله كبيره. يعني انت عندك اي مكتبه هتروح هتلاقي فيها تماثيل بالهبل، ايقونات بالهبل، وهتلاقي في اي بيت تماثيل بالهبل وايقونات بالهبل، وليله كبيره ناس بقى عماله تعيش في الايقونات والصور وبتاع. فاحنا عايزين نعرف دلوقتي، علشان انا احترمك لازم تبقى متسق مع نفسك. فانت لما تاخد موقف من حاجه المفروض الموقف ده تطبقه في كل الحاجات. تمام؟ يعني ما ينفعش تطبق وتقول انا هاخد الجزء الاولاني من الايه وبعد كده تتجاهل بقيه الايه. يا الاثنين غلط يا الاثنين نعديهم بقى وخلاص. واحنا دلوقتي في عصر النعمه، والكلام اللي اتكتب في العهد القديم ما يلزمناش وما بقناش ملزمين بيه يعني. يا ريت نحدد احنا مع مين يعني، لان برضو دلوقتي كل ما نجيب مثلا بلاوي سودة في العهد القديم يقول لك لا ده عهد كان قديم وربنا كان بيتعامل مع الناس بطريقة مختلفة
ودلوقتي احنا في عصر النعمة والمسيح جه والعالم والحياة اتغيرت والليلة بقت زبادي خلاط. طيب حلو قوي، زبادي خلاط في العهد الجديد مع انه في مشاكل يعني، بس مش مهم دلوقتي. هل العهد القديم احنا هناخد منه هنقعد ننقي برضه ولا ايه الوضع؟ ما احنا لازم نرسى على بره، يا تقولوا العهد القديم معانا وجزء من الايمان بتاعنا، فبالتالي نقعد بقى نتكلم فيه ونتناقش فيه ونشوف بقى يشوع عمل ايه والبلاوي السوداء اللي موجوده في القصص بتاعته بتاع العهد القديم. يعني نقول العهد القديم ده خلاص بقى في فتره وعدت وملناش دعوه بيه وبتاع، يعني نرسى على بره. المهم في حاجه اسمها اتساق مع النفس. اتساق مع النفس ده يعني انت يبقى مواقفك واحده باختلاف الحدث. يعني ما ينفعش تشيل تمثال وفي نفس الوقت انت كاسقف للفيوم، لدير الفيوم عندك تمثال تاني. ما هو انت دلوقتي اسقف الفيوم هو مطلع المنشور ده بيقول لا تصنع لك تمثال منحوت. حلو قوي. وهو في الدير بتاعه شخصيا في تمثال للانبا ابراهام. ده نفهم منه ايه؟ نفهم منه الانبا ابراهام حلو وما بيمشيش عليه الايه، ولما انطونيوس كوخا الايه بتمشي عليه. ما نفهم يعني، احنا عايزين بس يبقى في اتساق، كونسيستنسي. الكونسيستنسي دي معناها ان انت حضرتك لما تقول انا بشيل التمثال علشان الايه دي بتقول تمنعني من شيل من انا احط تمثالي، يبقى المفروض تشيل كل التماثيل اللي عندك. يا تسيب التماثيل يا تشيل التماثيل. انما تشيل ده وسيب ده بالنسبه لي يبقى انت كده ما عندكش مبدأ، راجل بلا مبدأ. ده غير ان انت متجاهل بقيه الايه. ففي كل الاحوال احنا قدام شويه ناس ما عندهمش مبدأ. يعني دي ابسط وصف ليهم، ما عندهمش مبدأ، ما عندهمش حاجه كده نمشي عليها. يعني ما فيش قاعده نمشي عليها. احنا بقى بمزاجنا النهارده التمثال بتاع الانبا انطونيوس مش عاجبنا نشيله، تمثال الانبا رام حلو، ويبقى الايه ما تمشيش وننسى الايه ونكنسل على الايه. انما وفي نفس الوقت تيجي تتكلم مع حد على العهد القديم والبلاوي السوداء اللي حصلت في العهد القديم، يقول لك لا احنا مالناش دعوه بالعهد القديم واحنا المفروض دخلنا في عصر جديد عهد النعمه والكلام ده. طب ما انت بتستشهد بالايات بتاع العهد القديم. احنا دلوقتي المفروض نفهم الدين ده ازاي؟ يا دي يعني، يا اما حط لنا قاعده نمشي عليها، يا تقول لي العهد القديم معانا زيه زي العهد الجديد، وساعتها بقى نقعد نتخانق ونقول هو ازاي ده حصل، وابراهيم عمل الكارثه دي ازاي، وموسى ايه البلاوي اللي هببها، وربنا عمل ايه في فرعون. يعني نقعد بقى نتكلم، لان هي كلها قصص فيها مشاكل اخلاقيه بالهبل. ده غير المشاكل التانيه يعني، زي المشاكل العلميه في قصه الخلق وات ايفر. يعني في حاجات كتيره قوي. فاحنا دلوقتي عايزين نرسى على بره الناس دي. آه، مبدأهم ايه؟ ما تفهمش. هو مبدأهم يا اختي كده ينفع وكده ينفع. ده اللي انا شايفه. ما هو لو انت شايف حاجة تانية غير يا اختي كده ينفع ويا اختي كده ينفع قول لي. ما يا ريت حد يقول لي يا التماثيل كلها غلط يا التماثيل كلها صح، يا التماثيل غلط والايقونات غلط، يا التماثيل صح والايقونات صح. يا نشيل تمثال الانبا انطونيوس ونشيل تمثال الانبا ابراهام، يا نسيب الاثنين. يا ريت نفهم. يا تقول لي العهد القديم انساه ما تفكرش فيه وده كلام منتهى، يا احنا معانا ولسه شغال معانا. فهمنا، لازم نفهم. ودي كانت الاول تعليق على الخبر الاولاني اللي انا فعلا في الاول ما كنتش مهتم بيه لغايه ما شفت الانونسمنت او التصريح اللي طلعوه الاثنين الاساقفه. نخش بقى على الفيديو اللي انا عايز اعلق عليه. وهو فيديو يعتبر مش جديد، يعني هو اتقال قبل كده بس انا خبطت فيه اليومين اللي فاتوا، قلت ايه لازم اتكلم عليه. وكان قبل يعني قبلها شفت واحده جايبه المثال اللي اتقال في الفيديو وقعدنا كلنا نتريق عليه، بس انا ما كنتش عارف ان المثال ده اصلا الانبا رافائيل هو اللي قايله. فتعال نشوف الانبا رافائيل بيقول ايه ونعلق على الكلام بتاعه. سؤال ابني عمره 12 سنة سألني مين اللي خلق ربنا. قلت له لو في حد خلقه يبقى اللي خلقه هو ربنا، فهو مش مستوعب ازاي يعني ازاي ان ربنا ملوش بداية. انا هقول لكم على حاجة لذيذة في السؤال ده.
لو انا اخدت الورقه دي عملتها كده، الورقه دي بقت ايه؟ ها؟ مبلوله. ايه اللي بلها؟ ميه. طيب المنديل ده قماش، عملته كده بقى ايه؟ مبلول. ايه اللي بله؟ طب مين بل الميه؟ ممكن تقولوا الحكايه دي للطفل. اللي يسال مين خلق ربنا زي اللي بيسال مين بل الميه. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ بسم الله ما شاء الله. فاللي يقول لك مين خلق ربنا تقول له مين بل الميه. انا الحقيقه مش عارف يعني اعبر على السذاجه والتفاهه اللي بتتقال من الراجل ده. الراجل ده المفروض ان هو خريج كليه طب، فالمفروض لما يتكلم مع الناس يتكلم معاهم بمنطق، بعقل، بعلم. يعني لو هو بني ادم محترم، انما هو واضح ان هو بني ادم نصاب، ما عندوش حاجه يعرف يرد بيها على الاسئله البسيطه اللي بتتقال من الناس اللي عايزه اجابات منطقيه. ففكره ان انت تقول لي الميه مبلوله لوحدها، والميه تبل الورقه بس وتبل القماش، بس هي مبلوله من غير ما حد يبلها، الحقيقه انا يعني بأشفق على كل واحد صدق الكلام ده وشايف ان دي اجابه فيها لوجيك، فيها منطق. لان مفيش حاجه في الدنيا ملهاش سبب. الميه في حاله في حاله سائله او اتس ليكويد لان في سبب. فالسبب يعني لو هو الولد اللي سأل السؤال ده بعد ما سمع الرد التافه الساذج اللي فيه استخفاف بعقول البشر، سهل قوي يخش يفتح موبايله ويخش يشوف الميه ليه مبلوله، الميه ليه سائله. هيلاقي ان في اجابات علميه على الموضوع ده. الميه سائله مش عشان هي لوحدها كده، علشان في حاجه اسمها التركيبه بتاعت الميه والقطبيه بتاعت العناصر اللي بتكون الميه. الميه عباره عن H2O، جزيئين من الهيدروجين وجزيء من الاكسجين. والهيدروجين والاكسجين البولاريتي بتاعتهم او القطبيه بتاعتهم بعيده عن بعض، يعني واحد هاي والتاني لو، حاجه اسمها داي بولر او ثنائي القطب. والقطبيه اللي بينهم دي بتخلي الرابطه اللي بين الهيدروجين اتومز والاكسجين اتومز تخليها في الحاله السائله، ولا في الحاله الغازيه، ولا في الحاله السوليد الجامده، او ما اعرفش صلب يعني ايه بالعربي، بس المهم يعني انتوا فاهمين قصدي. فالميه في درجه حراره الغرفه او في درجه حراره عاديه بتفضل في الحاله السائله بسبب حاجه اسمها الهيدروجين بوند اللي بين الهيدروجين اتومز والاكسجين اتومز. ده الاجابه الطبيعيه لاي واحد عايز يعرف هي الميه مبلوله ليه. الميه سائله بسبب الهيدروجين بامب، ولم البامب ولم بامب ولو الميه اتسخنت ودرجه حرارتها علت فوق ال 100 بتتحول الى غاز، ولو نزلنا درجه حرارتها تحت الصفر بتتحول الى ثلج صالد. هو ده البني ادم اللي عايز يستفيد. دي المعلومه العلميه اللي احنا عارفينها كلنا، وعارفين ان الميه لما بتغلي بتبتدي يطلع بخار الميه، والبخار الميه ده معناه ان البوند الهيدروجين بوند دي قلت، والثانيه الهيدروجين بوند قربوا من بعض فبقوا سوليد. يعني مش كيمياء، هي كيمياء اكشلي، بس يعني مش فيلم، مش روكيت ساينس. احنا بنتكلم كلام سهل جدا. المفروض اي بني ادم عنده موبايل وعنده انترنت يعرف يرد على السؤال بتاع هي الميه مبلوله ليه. ففكره ان انت تشبه اصل ربنا ما اتخلقش علشان ملوش حد خلقه علشان الميه مبلوله لوحدها، ده استخفاف بالعقول. هو مبدئيا بس عشان تبقى عارف يعني الميه دي جت لما في اصطدام حصل بالارض، وجت العناصر اللي كونت الميه. فالميه ما كان مش اول حاجه ومش هي البدايه بتاعت اي حاجه. البدايه كانت الارض من غير ميه، وبعدين خبط فيها
كوكب في حجم المريخ، الكوكب ده لما اصطدم الميه اتكونت. تمام. فيا ريت الناس دي تبطل تستخف بعقول الناس. يعني الكهنه والاساقفه دول للاسف علشان هم ماسكين الحديد ومحدش بيعرف يتكلم معاهم، فهم بيستخفوا بعقول الناس. لان المثل بتاع الميه مبلوله ومحدش بيبلها ومعرفش ايه، ده استخفاف بالعقول. وفي ناس متخيله ان الاباء الاولين كانوا اكثر حكمه واكثر عقلا واكثر منطقيه من الناس اللي موجوده دلوقتي، وده مش حقيقي. يعني الناس بتوع زمان كانوا اكثر سذاجه واقل علما واكثر جهلا، وكانوا بيكلموا ناس اكثر جهلا منهم، فبالتالي كانوا بيرزعوا الرزع ومحدش بيعرف يرد عليهم. انما النهارده الرزع اللي بيتقال ده المفروض يترد عليه. المفروض اي واحد قاعد وهو بيسمع الهبل ده المفروض يطلع يقول له احنا عايزين اجابه منطقيه اكتر من كده، مش ميه مبلوله ومين اللي بل الميه والكلام الساذج ده. احترموا عقول البشر اللي بيتكلموها علشان الناس تحترمكم. طول ما انتوا بتستخفوا بعقول الناس هتفضلوا شكلكم للاسف عره. وانا اعني عره دي ابسط وصف للهبل اللي انتوا بتعملوه ده. فنتمنى ان انتوا تعقلوا كده وتدوروا على اجابات واساليب محترمه علشان تكلموا الناس بيها وتحترموا عقول الناس. unless بقى انتوا عايزين الناس كلها ايه تبقى جاهله وساذجه وتقولوا اي كلمه الناس تضحك وتاخد الكلام وتروح تقوله لعيالها والعيال يقعدوا يضحكوا على اهاليهم. ما هو دلوقتي انت فاكر ان هو لما يجي اب يقعد يقول لابنه الميه مبلوله كده فاحنا جاوبنا على السؤال، الواد هيسكت؟ مش هيسكت. الواد هيقعد يقول له انا مش مقتنع. هتعمل ايه؟ ما هو سؤال على فكره ملوش اجابه. لان اي حاجه اتوجدت هي ليها سبب. فالسبب احنا عارفينه، الميه اتوجدت بسبب الهيدروجين بوند، الرابطه الهيدروجينيه اللي بين الهيدروجين اتومز والاكسجين اتومز. بس وده كان التعليقين اللي عندي، الصراع على الخبر والفيديو التافه. واتمنى ان الكلام ده يوصل لاكبر عدد من الناس علشان الناس اللي بتحضر لشويه النصابين دول لما تسمع كلام مش منطقي حد فيهم يرفع ايده ويقول يا جماعه الكلام ده مش راكب. يعني فكرة إن أنت تخاف تواجه الشخص اللي بيقول كلام غلط دي فكرة مدمرة جدا. وفكرة بتخلي الجهل ينتشر والتخلف ينتشر والناس اللي بتقرا والناس المثقفة والإنترنت والحاجات اللي بتخلي المعلومة متاحة بتخلي الناس تبعد وتقول الناس دي ما عندهاش حاجة. الناس دي فعلا ما عندهاش حاجة من زمان، من آلاف السنين وهي ما عندهاش حاجة. بس هم زمان كان شوية الكهنة وشوية الناس دي هم اللي بيعرفوا يقروا. فكانوا الأعور وسط شوية عميان. النهاردة هو أعور وسط شوية ناس عندهم إنترنت. فالأعور يا ريت يعني يتعلم ويعرف، لو ما عندوش إجابة يقول ما عنديش إجابة هفكر وأرجع لكم عادي يعني. مش عيب إن أنت تقول ما أعرفش، إنما تقعد تهزي وتهرتل والتاني اللي يجيب لي نص الآية ويقول لي احنا كده تمام ويشيل التمثال من هناك ويسيب التمثال اللي عنده وبعد كده نيجي نقول له طب العهد القديم فيه حاجات مشاكل، يقول لك لا الكلام ده في العهد القديم احنا خلاص دلوقتي في عهد النعمة. ما هو نرسى على بره يعني علشان الناس تحترمكم، علشان الناس لما تسمعكم يعني يبقى في عندكم مصداقية. انما طول ما انتوا كده ماشيين حلمنتيشي وبتضحكوا على الناس وترمي افيه من هنا فالناس تضحك من هنا وتروح كانها استفادت وهي ما استفادتش حاجه، يبقى انتوا بتخسروا على المدى الطويل. يعني unless ان انتوا عايزين فعلا الشعب بتاعكم يبقى شعب جاهل وشعب مغيب وشعب ياخد اي كلام ويصدقه من غير ما يشغل عقله، دي بقى حاجه تخصكم انتوا يعني. ولو ان انا اشفق على اي حد بيسمع للناس دي وبياخد كلامهم على انه كلام ليه معنى او ليه قيمه. يعني هو الحقيقه ملوش اي قيمه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. بس كده اشكركم ونشوفكم على خير في فيديو تاني. واسف لو انا طولت بس هم كانوا كلمتين عايز اقولهم
علشان الواحد لما بيشوف الحاجات دي فعلا بيبقى عايز يطلع اللي عنده. سلام.